السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. احب ارحب بكم في قناتي. في الاول مرة بتشوفيني خدي لك لفة في القناة، اتمنى يا رب ان هي تعجبك، ولو عجبتك ما تبخليش عليها باللايك والكومنت الحلو منك والاشتراك في القناة، وطبعا ما تنسيش انك تفعلي زر الجرس على الكل عشان يوصلك اشعارات بجديد هننزله. النهارده ان شاء الله جايلكم بفيديو جديد. الفيديو النهارده ده كان غدا اليوم الجمعة. في البداية كده الفطار انا كنت عاملة معاكم قرص فلاحي في فيديو سابق قبل كده. كنا فطرنا بقى بالقرص الفلاحي دي برضو جنب شوية عسل وجبنة كده. وبدات بقى بدات ان انا اجهز الغدا بتاعنا. انا في اغلب الفيديوهات قبل كده كنت بقول لكم ان يوم الجمعه ده لازم يكون عندي محشي. محشي بقى كرنب، محشي بتنجان متوفر عندي. فانا بقى في اليوم ده النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض محشي كرنب كده، فحبيت ان انا هو فيديو صغير كده بس حبيت ان انا اشاركه معاكم. تاخدوا منه افكار او تاخدوا منه اي فكره تستفيدوا منها. فانا بقى اول حاجه بدات ان انا اعمل بيها كده هو ان اسلق الكرنبه بتاعتي. طبعا بقى في ناس تحب مثلا تقطع الكرنب ده ورقه ورقه وتسلقه ورقه بورقه، لا انا ببدا ان انا اسلقها كلها مره واحده كده. ببدا يا دوبك بس ان انا اشيل الراس بتاعتها، وبعدين ابدا انزل من مكان الراس كده تبدا تاخد غلوه، وبعدين اقلبها وابدا بقى ان انا اشيل الورق بتاعي ورقه ورقه، اشيل كده محيط من الورق، ابدا ان انا اسيبه ياخد غلوه كمان. لحد بقى ما اخلص كل كميه الكرنب بتاعي. ابدا بقى ان انا قلت بالمره كمان اجهز الخلطه بتاعتي عشان على ما تبرد كده اكون ايه يعني قطعت الكرنب بتاعنا. انا بقى الخلطه بتاعتي ببدا ان انا اجيب بصلايه كده ابدا ان انا ادبلها، وبعدين ابدا انزل بالصلصه بتاعتنا، وبضيف بقى التوابل بتاعتي. انا ما بضيفش توابل كتير على صلصه المحشي، بضيف يا دوبك ملح، رشه كده من الكمون على الكزبره، ورشه من البابريكا. وبعدين بدات بقى ان انا نزلت عندي كده بحوالي نص معلقه صغيره من الثوم المفروم. وبعدين بقى نزلت عندي هنا بكوبايه ونص من الرز. انا بحب اخد الرز بتاعي المحشي تشويحه كده على النار، فبدات بقى ان انا اخده تشويحه كده لحد ما بدا ان هو يتشمع معايا وما بقاش فيه اي اثر من الميه. بدات بقى ان انا نزلت بالخضره بتاعتي بعد ما بطفي النار، وبعدين بقى قلبتهم مع بعض كويس قوي لحد بقى ما الجاهزه ما الخلطه كده اسفه بقت جاهزه معايا. بدات بقى ان انا قطعت بقى الكرنب بتاعنا كده وحشيت الكرنب برده كده كله في السريع، بس حبيت اديكم الفكره كده بسرعه بسرعه. وفي نفس الوقت بقى هنا كمان كنت جايبه كده سبانخ. انا ما بجيبش السبانخ مثلا بكميه كبيره وافرصها مره واحده، لا يعني انا عايزه اقول لكم ان الكميه اللي قدامي دي من السبانخ دول ب5 جنيه. قلت مثلا هجيبها واعمل مثلا طبق مثلا او طبقين على قد غدانا، والباقي مثلا ابدا ان انا اعينه في اكياس. فما شاء الله عملت معايا 3 اكياس، وغير مثلا المره اللي احنا اتغدينا بيها. انا ما بحبش مثلا اعمل فيها كميه كبيره، يعني انا مثلا عارفه ان هيناسبنا طبقين هيناسبنا طبق، بعمل على قد غدانا وبس. فبدات بقى ان انا جبت السبانخ بتاعتنا غسلتها كويس قوي ونقعتها كده في شويه ميه، وبعدين بدات ان انا حطيتها على فوطه وسبتها بقى تبدا ان هي تهدى معايا او تنشف معايا اسفه. اول بقى ما تبدا تنشف معايا هبدا ان انا اقطعها. اهم حاجه انك تنشفيها كويس عشان لما تعينيها في الفريزر ما تكونش معاكي ميه وتكون مش لطيفه. وفي نفس الوقت برضو انا بحتفظ بيها باكياس كده واخرج منها الهواء، ووقت التسويه بطلعها على النار على طول. يعني اهم حاجه في الحاجات اللي انت بتفرزيها تطلعيها تحطيها في الشوربه على طول مثلا، او تعرضيها للصدمه كده للنار على طول او لحاجه سخنه. ما ينفعش انك تطلعيها تهدى وبعدين تستعمليها، مش هتديكي نتيجه كويسه. فانا بدات بقى هقطع كده كل الكميه اللي عندي. هبدا بقى ان انا عندي 3 اكياس. طبعا بقى انت عيني بقى الاكياس اللي يعني مثلا ممكن ال5 جنيه ديت تعمل معاكي كيس واحد وطاقه مثلا الغدا، او مثلا تعمل معاكي كيسين، ده بيرجع بقى على حسب افراد اسرتك انت وعلى حسب الكميه اللي انت بتعمليها. فانا عملت معايا هنا 3 اكياس، وشويه اللي في الطبق دول أنا هنعملهم مع بعض في الغدا كده. فخلاص بقى ظبطتهم وخرجت بقى الهوا كده من الكيس، وهبدا بقى ان انا اخدهم بقى على الفريزر، وقت الاستعمال اطلعهم على طول. يعني انا بطلع كده افك الكيس اخده تشويحه كده على النار قبل ما بضيف له الشوربه كمان. فانا بقى خلاص ظبطتهم كده، هبدا ان انا اعينهم في الفريزر، وابدا بقى اخد اللي هي السبانخ اللي احنا هنعملها على الغدا دي. بس في البدايه بدات بقى ان انا اسوي المحشي بتاعنا. انا كنت بقى طيبت فراخ كده. عملت فراخ بيضه عادي بقى سلقتها في شوربه، وبعدين هبدا ان انا احمرها. فهنا بقى هعمل المحشي بتاعنا، بدات ان انا ضفت عليه الشوربه. واهم حاجه بقى تاخديه كده تهز الحله مره كده ولا مرتين بحيث ان الشوربه تبدا ان هي تنزل تحت. وبعدين ببدا ان انا اضيف على الوش كده طبق بحيث ان الكرنب مثلا ما يفتحش معايا، ويبدا ان هو يكتم البخار عليه شويه عشان يسويه كويس. وهبدا بقى ان انا اسيبه على نار عاليه كده لحد ما يبدا يغلى معايا كويس قوي. ابدا بقى اهدي عليه واسيبه كده يستوي براحته. خلاص بقى كان الكرنب هنا بدا ان هو يدخل معايا في مرحله السوا. هبدا بقى ان انا اجهز السبانخ بتاعتنا. انا كان عندي كده شويه كده من صلصه كده ببصل. طبعا انت لو مثلا ما عندكيش انا بجيب بصلايه صغيره ابدا ان انا ادبلها عادي كده كانك بتعملي طبيخ، وبعدين ننزلي بالصلصه بتاعتك. وبعدين هنبدا بقى ننزل بالسبانخ بتاعتنا. طبعا بقى انا بحب اخدها تشويحه كده الاول لحد ما يبدا بقى ان هي لو فيها ميه ولا حاجه تنزلها، وتبدا بقى ان حجمها يقل كده زي ما انتم شايفين.
أنا يعتبر الكمية دي عملت معايا طبق واحد على قد غدانا، يعني الحمد لله. أنا ما باحبش مثلًا أعمل حاجة بكمية كبيرة وأبدأ إن أنا أرمّي منها، لأ، أنا عملت بقى خلاص الكمية دي مناسبة لينا، فبدأت بقى إن أنا شوّحت السبانخ بتاعتنا كويس أوي كده لحد ما بدأت إن هي دبلت معانا، نزلت عليها يا دوبك بس بكُبشة كده من الشوربة، وبدأت بقى إن أنا أسيبها على نار عالية تبدأ إن هي تغلى كويس أوي، وأبدأ إن أنا أهدّي عليها النار يا دوبك 5 دقايق بالكتير خالص، تبدأ بس تاخد غلوتين كده، وخلاص بقى ضبّطنا كده غدانا، وغدانا استوى معانا، والفراخ بقى كنت حمرتها كده تحت الشواية، وبدأت بقى شايفين المحشي بتاعنا ما شاء الله شكله حلو أوي وكان مستوي، ما لزقش معانا، نزل كله كده من قلب الحلة، يعني الكرنبة كانت صغيرة فعملت معايا المقدار ده بس حلو أوي، كان مناسب لغدانا، بحيث إن أنا مثلًا ما اهدّرش كمية كبيرة، أنا بابقى عارفة مثلًا إن الحلة دي مثلًا بتكون مناسبة لغدانا، فأنا باحب إن أنا أعملها، ما باحبش لإن مثلًا في العادي إحنا اللي بنتغدى بيه أوقات كتيرة أوي ما بنتعشاش منه، فأنا باحب بس المقدار اللي أنا باعمله يكون مناسب للغدا وبس. فبدأت بقى إن أنا خلاص غرفنا الأكل بتاعنا هنا، ما شاء الله شايفين شكل الكرنب بتاعنا عامل إزاي حلو أوي، والسبانخ بقى والفراخ، وده كان غدانا في اليوم ده الحمد لله فضل ونعمة، ربنا يديمها علينا نعمة دايما يا رب ويحفظها من الزوال. خلاص بقى شايفين السبانخ بتاعتنا والفراخ القمر دي بقى من غير زيت ومن غير أي حاجة، أنا خرجتها من الشوربة كده حطيتها في صينية ودخلتها بقى في الفرن كده تحت الشواية، خدت معانا اللون القمر ده. والكرنب بتاعنا بقى ما شاء الله عايزه اقول لكم الصابع بصابع كده ما شاء الله حلو قوي، وعايزه اقول لكم كان طعمه جميل. خلاص بقى لحد هنا كده بيكون خلص الفيديو بتاعي معاكم النهارده، وخلصت فكرتي معاكم، كان فيديو خفيف كده بس حبيت اشاركه معاكم. ولحد هنا كده بقى بيكون خلص الفيديو بتاعي معاكم وخلصت افكاري معاكم، اتمنى يا رب ان الفيديو يكون عجبكم، واتمنى انكم تكونوا استفدتم منه ولو بشيء بسيط. وطبعا لو عجبكم ما تبخلوش عليا باللايك والكومنت الحلو منكم والاشتراك في القناه، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد وافكار جديده ووصفات جديده، واترككم في رعايه الله وامنه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.